والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا وحمينا ونورنا ونور عيوننا ونور أبصارنا ونور طبيبنا ونور شفيعنا يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من آدي لي وليا فقد عاصمته بالحرب وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر المدين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. آمين يا رب العالمين. محترم قابل وزیر عزت امام صاحب، واراکین اوقات، منتظمین حضرات، اور کائنات سے ٹاٹو بندو نبی علیہ السلام سے مجیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. حمد و ثنا چھ وحدت شریف خدایس، یہ وحدت شریف خدایان اس مختلف گرو، مختلف حالاتوں، مختلف جائن اور توفیق دن بند دربار صدرینک اور عبد کائنات ترین شنسان اس قیابت سن جماعت سن دن اللہ تعالیٰ قبول اور اللہ تعالیٰ سن سنا شکر کہ مناجز نوٹائی سے بھی ملاقات اللہ تعالیٰ سے رضا کرتے بطفیل رسول اکرم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے دن سن جماعت سن قبول بعد از حمد و ثنا من کروڑا درود و سلام بر ذات اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ذات مبارکات ان بابت اور بھی کائناتاً یہ ساری کائنات محفوظ کرو. تو بہرحال عزیز و بزرگوں نوانو، آیت شریفہ آخر میں ناچیزن تلاوت اکرام ام کے حوالے کما حق ہو کہ کلمات کرو اشارت انشاءاللہ کے باغائی منزل دوارہ سر اور بکائنات میں حق ون توفیق، حق بولن توفیق ون بولن کو جادر عمل کرن توفیق اور اللہ تعالیٰ بنے نشبشی امتی حضرت رسول اکرم علیہ السلام. تو برحال میں نے عزیز و بزرگ و جوانوں آیت شریفہ اس میں تلاوت کر یہ چن اگے آیت میں حوالہ قرآن مقدس صدر کی بلکہ مختلف جائن جو اللہ تبارک و تعالی ان آیت مبارکہ قرآن مقدس صدر بیان کرا. کیسی عزیز و بزرگ و جوانو، اشو پوز دین پوز اسلام یسر دعوت خاصتاً امیر کبیر مین شاہ سید علی الحمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ. تو لہذا اس ایسی اولیاء کرام ہونا حق شو تو یہ حق انہیں ادا کرتی تو نہ کیسی ایمن پان محبت کرن والا اس ذات ذو جلال ذات پاک حضرت اللہ یہاں ذکر پان کرن والی ذات اس ذات ذو جلال ذات پاک حضرت اللہ جل شان ہو جل ذکر اور یہاں پان بیان کر کائنات خدائیدار رحمتاً للعالمین شفیع المسلمین خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا جہاں ذکر کیا کر بنا چیز تو مگر کما حتا ہو کہ کلمات کرو انشاءاللہ عرض کیسی اکس انسانس پزی عاشق بن جناب رسول اکرم علیہ السلام اکس انسانس پزی محب بن اولیاء کرام اچھی امام صدقان محبت کے لئے حضرت رسول اکرم علیہ السلام یہاں ستانی اشی جنہی اشی پریزن یعنی پیسی یمن اولیاء کرام ہم ذات پرزنا ہوئی
يهون زايد أقدس يا بنو زايد الزول جلال زايد بعد أدركي الله جل شانه جل ذكره نروي النظر برابر شاشة برای نبودی کتی كنا معيدا سمعنا وسمعنا إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات